قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها كاميليا وهي مخطوفة في مكان وبتكون مربوطة من ايديها وبتصرخ بصوت عالي عشان أي حد ينقذها، وبيدخل واحد للمكان وبيعذبها وبيكهرب جسمها من غير رحمة لحد ما بيغمى عليها في الآخر. وبعد كده بنشوف كريستين وإيميلي وهم ماشيين بالعجل بتاعهم، وبنعرف إنهم رايحين لبلد معينة في الأرجنتين عشان يقضوا أجازة الصيف فيها. وبيوصلوا لبلد صغيرة في الأرجنتين وبتروح إيميلي تشتري اسورتين، واحدة ليها وواحدة لكريستين، وبنلاحظ إن الناس في المكان بتبصلهم بصات غريبة ومش مطمنة خالص، وبيسألوا واحدة بالبرتغالي عن مكان فندق يباتوا فيه، فبتعرفهم إن في فندق اسمه روزماريا، فبيتجهوا للفندق عشان يحجزوا أوض. وبيوصلوا بالليل وصاحبة الفندق بتسألهم لو هم لوحدهم، فكريستين بتعرفها إنهم في رحلة تبع وفد لكن خرجوا من غيرهم النهاردة وبيكونوا عايزين يروحوا لبلد معينة، وبيسألوها عن مواعيد الشاحنات، فبتعرفهم إن في شاحنة واحدة بتروح للمكان ده بكرة الساعة 8 الصبح. وبعد كده جوز صاحبة الفندق بيوصلهم للأوضة بتاعتهم وبيدوهم المفتاح، وبتدخل إيميلي تاخد شاور، أما كريستين بتقعد على السرير، وفجأة بيخبط الباب بصوت عالي، فبتقوم كريستين تفتح ومش بتلاقي حد لكن بتلاقي مناشف فبتاخدها وبتدخل. وبعد كده بيروح يسهروا في نادي في البلدة وهناك بيطلبوا مشاريب، لكن واحد من اللي قاعدين بيعزمهم على مشروب معاه وبيفضلوا يشربوا، وكريستين بتكون عايزة تروح علشان ما تتأخرش أكتر من كده ويعرفوا يصحوا بدري، بس إيميلي بتقول لها يسهروا شوية كمان، وده لأن السهرة دي مش هتتعوض تاني. وبيجي واحد يعدي من قدام كريستين وبيبان إنها أعجبت بيه، أما إيميلي بتروح تقرب من الشاب اللي عزمهم على المشروب وبتروح تغير الأغاني وبتشغل أغاني على مزاجها وبتفضل ترقص عشان تلفت نظره، وبتاخد بالها إن الشاب اللي كريستين معجبة بيه دخل الحمام، فبتروح وراه وبتحاول تتكلم معاه، بس هو بيحذرها وبيقول لها الأفضل تفضل جنب صاحبتها وما تسيبهاش أبدا، بس إيميلي مش بتهتم لكلامه ولا لتحذيره. ولما بترجع للصالة بيشاور لها الشاب اللي عزمهم على المشروب واللي بيكون اسمه خوزيه، وبتروح تقعد معاه وبتكون مبسوطة جدا، وبيطلع موبايله وبيصورها وهي بتاخد موبايله وبتصوره هو كمان. أما كريستين بتحس بالملل فبتقوم تتحرك في المكان، بس فجأة مش بتلاقي إيميلي قاعدة على الترابيزة قدامها، وبتقلق وبتطلع تدور عليها بره وبتلاقيها واقفة مع خوزيه اللي بيحاول يقرب منها، فكريستين مش بيكون عاجبها اللي بيحصل ده، لكن إيميلي بتشاور لها عشان تسبقها وترجع الفندق لوحدها. وبتروح كريستين على الفندق وبتاخد بالها إن ماريا صاحبة الفندق وجوزها بيتخانقوا مع بعض، لكن طبعا باللغة البرتغالية وهي مش بتكون فاهمة حاجة، وبتدخل علشان تنام، لكن بتقوم على صوت بره وبتكون إيميلي جاية ومعاها خوزيه، وكريستين بتاخد بالها إن ما بقاش في وقت كتير على ميعاد الشاحنة وبتكون متضايقة من تصرفات إيميلي الغير مسؤولة. أما خوزيه فبيحاول يقنع إيميلي إنها تروح معاه البيت، لكن هي بترفض علشان كريستين هتتضايق، وبيعرض عليها يعزم كريستين هي كمان، لكن إيميلي بترفض، ولما بيصر عليها وبيلاقيها عند قرارها بيبدأ يتعامل معاها بعنف وبتعلي صوتها، وبتطلع كريستين بسرعة تنقذها منه وبتاخدها وبيدخلوا وبيقفلوا الباب عليهم، وهو بيفضل يخبط عليهم بصوت عالي علشان يفتحوا له الباب، فبتروح إيميلي تنام على السرير وهي مش مهتمية بأي حاجة. وهنا بيخرج مايكل الشاب اللي كريستين معجبة بيه وبيكون واخد الأوضة اللي قدامهم في الفندق وبيتخانق معاه وبيثبته، بس جوز صاحبة الفندق بيوصل وبيهدد خوزيه لو رجع تاني هيبلغ الشرطة، وبيخلي خوزيه يعتذر لهم ويعتذر لمايكل ويمشي. وتاني يوم بتقوم كريستين متأخر وبتصحي إيميلي وبيركبوا العجل وبيروحوا ورا الشاحنة، لكن طبعا مش بيلحقوها، وكريستين بتكون متضايقة وبتشيل إيميلي السبب إنهم اتأخروا بسبب سهرتها امبارح، وبيرجعوا تاني على الفندق، وهناك بترن كريستين على صاحب موقف الشاحنات وبتسأل لو في شاحنة تانية هتتحرك، فبيعرفها إن التانية هتيجي الساعة 4 بالليل، وبتدخل عليهم ماريا وبتعرفهم إنهم اتأخروا وبيقولوا لها إنهم عايزين يستغلوا الوقت الفاضي ده ويروحوا بحيرة فيلاديل لاجو، وده لأنهم سمعوا إنها بتحقق المعجزات وبتشفي الأطفال من الشلل، بس ماريا بتقول لها إن دي مدينة الأشباح ومفيش أي حاجة مسلية، وكمان المكان هناك خطر ومحدش بيروح كتير، والأفضل ليهم يروحوا الشلالات والكهوف اللي في البلد، وبيتحركوا مش بيسمعوا كلام ماريا وبيروحوا عند البحيرة واللي بتكون على مسافة كبيرة، وفعلا المكان بيكون فاضي ومحدش بيكون موجود غيرهم، وبيقعدوا قدام الشاطئ يستجموا وبيشغلوا أغاني وبيناموا. وبعدها بتقوم كريستين
وبتقول لإيميلي لازم يرجعوا دلوقتي عشان ما يتأخروش المرة دي كمان، بس إيميلي مش بتكون عايزة ترجع دلوقتي، فبيتخانقوا هما الاتنين، وإيميلي بتقول لها إنها معقدة ومش مرحة، خصوصا إن حبيبها الأولاني خانها، لكن لحد دلوقتي هي بتحبه ولسه عايزة ترجع ليه وتديله فرصة تانية، وده بيضايق كريستين منها، وفي الآخر بتقرر ترجع لوحدها وتسيبها، وبتكون متضايقة إنها سايباها لوحدها، فبتفكر ترجع ليها من تاني، بس بترجع في كلامها وبتروح عند كهف بتقعد جواه. أما إيميلي بتكون حاسة بالملل وزعلانة عشان زعلت كريستين منها، وبتبعت لها رسالة بتعتذر لها فيها، ولما كريستين بتقرا الرسالة بتفرح وبتقرر تروح عندها، وإيميلي بتحس إن في حد وراها، ولما بتلف بتصرخ، وبنرجع عند كريستين اللي بتروح عند الكافيه اللي جنب البحيرة وبتستنى إيميلي لكن مش بتيجي، وبنشوف خوزيه وهو بيحاول يخطف إيميلي وبيشدها بالعافية، وبتفضل تصرخ عشان يسيبها لكن من غير أي فايدة، وبيخطفها في الآخر. وكريستين لما بتيجي تمشي بيجي مايكل بالعربية بتاعته وبيسألها هي بتعمل إيه هنا لوحدها، فبتقوله إنها مستنية إيميلي صاحبتها، وبتشكره علشان دافع عنهم وتصدى لخوزيه، وهو بيعرض عليها يوصلها لكن هي بترفض وبتكمل طريقها لوحدها لحد ما بتوصل للبحيرة من تاني، لكن بتلاقي مايكل جاي وراها بالعربية، فبتسأله إذا كان بيراقبها أو ماشي وراها، بس هو بيقول لها إنه قلقان عليها وكان عايز يطمن إنها كويسة مش أكتر من كده، خصوصا إن المكان ده مهجور ومفهوش ناس كتير، وبتعرفوا إن عجلة إيميلي مش موجودة وإنها قلقانة عليها، فبيدخلوا عند البحيرة يدوروا عليها، وبترن كريستينا على موبايلها لكن بيلاقوا موبايلها على الأرض ومش بيكون ليها أي أثر، وكمان مايكل بيلاقي أثر دم على الأرض وبيفهموا إنها اتخطفت، وهنا بتقرر كريستين ترن على الشرطة وبيقعدوا يستنوهم، وبيجي الشرطي كالفو بالعربية بتاعته وبيكون مايكل عارفه، وبيتكلموا مع بعض بالبرتغالي وبياخدوه بيوروا له آثار الدم وموبايل إيميلي اللي لقوه واقع على الأرض، بس هو مش بيكون مهتم وبيقول لكريستين إن مفيش أي دليل على إنها اتخطفت، وبيعتقد كالفو إنها راحت تغير جو في مكان تاني لوحدها، ولما تلاحظ إن موبايلها اختفى هترجع تاني تدور عليه، لكن مايكل بيتعصب وبيقول له إن ده نفس اللي قاله له من 3 شهور لما حبيبته كاميليا اختفت، وبتحاول كريستين تخلي الضابط يهتم أكتر بالحادثة، وبتقول له إنها كانت مع شاب امبارح في النادي لكن مش عارفة اسمه، وإنها شاكة فيه لأنه ممكن يكون خطفها، وده لأنه اتخانق معاها في الآخر. وهنا كالفو بيسألها عن مواصفاته، فبتقول له كريستين إنه طويل وشعره بني، بس مايكل بيرد وبيقول لها إنها كده وصفت نص شباب الأرجنتين، لكن كريستين بتعرفهم إنها لو شافته هتقدر تتعرف عليه كويس، وكالفو بيقولها لو شافته تبلغ عنه، وبينصحها ما تصاحبش مايكل لأن أي بنت بتكون معاه بتختفي بعد كده، وبتركب معاها العربية وبتروح معاها القسم عشان يعملوا المحضر، وفي العربية بيقول لها ما ينفعش تثق في أي حد بسهولة خصوصا مايكل لمجرد إنه بيتكلم إنجليزي، وبيعرفها إنه لو عرف حاجة عن صاحبتها هيبلغها على طول، وبتطلب منه يخرجوا بقوة ومجموعات عشان يدوروا على إيميلي في كل البلد، بس هو بيقول لها إنهم مش في أمريكا وإن دي بلد صغيرة وما يقدرش يعمل كده، وبيوعدها إنها لو ما ظهرتش خلال يومين هيبلغ السلطات باختفائها وهم هيتحركوا، وبتاخد بالها من صور كتير لبنات مفقودة ومتعلقة، فبتحس إن في حاجة غلط بتحصل في البلد دي، ولما بتمشي من عند الضابط مش بتكون مستريحة، وبتروح تسأل بيت في المكان عن إيميلي لكن محدش منهم بيرد عليها ولا بيفيدوها في أي حاجة، وفجأة بتلاقي قدامها خوزيه وبتنادي عليه، ولما بيشوفها بيرمي الشنطة اللي معاه وبيطلع يجري، وبتفضل تجري وراه وتقول له إنها عايزة تسأله على حاجة لكن هو مش بيقف لها، وبتفضل تجري لحد ما بتوصل للبحيرة من تاني ومش بتلاقيه قدامها وبيكون اختفى وملوش أي أثر في المكان، فبترجع تاني لمكان العجلة لكن بتلاقيها متكسرة ومش بتكون فاهمة مين اللي عمل معاهم كده، وبتحس إن في حاجة غلط بتحصل هنا ومش بتكون قادرة توصل لأي دليل على اختفاء صاحبتها، وبترجع تاني للفندق وبتلاقي باب الأوضة بتاعتها مقفول، فبتفضل تنادي على إيميلي على أمل إنها رجعت لكن محدش بيرد عليها، وبتاخد بالها إن باب أوضة مايكل اللي قصادها مفتوح، فبتروح تنادي عليه وبتتأكد إنه مش موجود، فبتدخل تفتش في الأوضة على أمل إنها تلاقي أي حاجة توصلها لإيميلي، وبتلاقي في الشنطة بتاعته الأسورة اللي إيميلي كانت اشترتها أول لما وصلوا، وشكها في مايكل بيزيد أكتر، وبتروح بسرعة وبتديها للضابط كالفو وبتعرفه إن دي الأسورة بتاعت صاحبتها وإنها لقيتها في أوضة مايكل، وده معناه إن هو اللي خطفها، وهو بيقول لها إنه هيبحث في الموضوع ده وبيطلب منها ترجع الفندق،
وتسيبه يشوف شغله، وهو هيبلغها لما يوصل لأي حاجة تخصهم. وبترجع كريستين الفندق وبتقابلها ماريا وبتسألها عن اللي حصل، فكريستين بتعرفها إن إيميلي مفقودة وإنهم آخر مرة اتخانقوا سوا وما تعرفش راحت فين وإنها قلقانة جدا. فماريا بتطمنها إن إيميلي أكيد كويسة وهترجع في وقت قريب، وبتطلب منها تدخل تعمل لها مشروب. وماريا بتفضل تبص لجوزها من شباك الأوضة بصات غريبة ومش مفهومة، وبيبان إنهم مخبيين حاجة على كريستين. أما كريستين فبتاخد بالها من خوزيه وهو معدي بالموتوسيكل، وبسرعة بتسرق مفتاح عربية ماريا وبتمشي وراه، وبتوصل لمكان مهجور ومفهوش أي حد، وبتلاقي بوابة بتنزل تفتحها وبتكمل بالعربية، لكن مش بتلاقي خوزيه قدامها وبيكون اختفى. فبتنزل من العربية وبيكون المكان فاضي خالص وعبارة عن مكان فاضي وفيه خردة، وبتفضل تنادي على إيميلي على أمل إنها تشوفها أو تسمعها. وبنشوف إيميلي واللي بتكون محبوسة في مكان مهجور من الأماكن اللي كريستين ماشية بتدور فيها، ولما بيقرب خوزيه منها بتشتمه وبتقوله يبعد عنها. أما كريستين فبتلاقي مايكل قدامها وبتكون مرعوبة منه وبتتهمه إنه خطف صاحبتها، وبتطلع له الأسورة اللي لقيتها في شنطته، بس هو بيطلع لها صورة كاميليا حبيبته واللي بتكون لابسة نفس الأسورة، وبيعرفها إنها اختفت من 3 شهور ومش عارف أي حاجة عنها. وكمان بيقول لها إن الناس اللي في البلد كلهم عارفين اللي بيحصل لكن محدش عايز يقول حاجة، وبتعتذر منه في الآخر. وبتقدر توصل للمكان اللي خوزيه راكن فيه الموتوسيكل بتاعه، ولما بتدخل بتلاقيه قاعد عند إيميلي وبيهددها، فبتروح تنزل سكينة الكهرباء وخوزيه بيروح يشغلها من تاني. وفي اللحظة دي بتجري كريستين على إيميلي علشان تنقذها وبتبدأ تفكها من الحبل، وإيميلي بتعيط وبتقول لها تاخدها من هنا بسرعة ويرجعوا البيت. بس إيميلي بتصرخ فجأة وبتقول لكريستين إن خوزيه وراهم، وبتاخدها وبيطلعوا يجروا من المكان بسرعة، وبيطلع خوزيه يجري وراهم، وبتقابله إيميلي بخشبة وبتفضل تضربه بيها لحد ما بيقع على الأرض وبينزف وبيفقد الوعي. وهم بيكملوا جري هما الاتنين وبيوصلوا للعربية وبيركبوا فيها بسرعة وبيقفلوا الباب وبيقفلوا إزاز العربية عليهم. وإيميلي بتستعجل كريستين عشان تدور العربية ويتحركوا، لكن كريستين من توترها بتوقع مفاتيح العربية من إيدها وبتنزل تجيبها بسرعة. ولما بتشغل العربية بتلاقي العربية عطلانة ومش راضية تشتغل، وهنا بيوصل خوزيه وبيحاول يفتح الباب عليهم وهم بيفضلوا يصرخوا، وبيجيب حجر كبير وبيكسر إزاز العربية، فبينزلوا هما الاتنين بسرعة وبيفضلوا يجروا وهو بيجري وراهم، وبيقدر يوصل لإيميلي وبيوقعها على الحجر على الأرض على دماغها، فبتنزف وبتموت. وبتنهار كريستين وبتمسك في خناق خوزيه ومش بتكون مصدقة إنه قتل صاحبتها. وفي نفس الوقت ده بيوصل كالفو ومايكل بالعربية، وكريستين بتقول للكالفو إن خوزيه هو الشخص اللي بيطارد إيميلي وكمان قتلها، وبيثبتوا كالفو بالمسدس، وبيقول لكريستين تركب في العربية علشان سلامتها. وبتسمع كريستين الكلام وبتدخل تركب العربية، لكن بتتصدم لما بتلاقي جواز سفر إيميلي في عربية الضابط كالفو، وبتفهم اللي هو اللي كان خاطفها وبتكون مصدومة وبتفضل تصرخ وبتكون عايزة تطلع من العربية، لكن بتلاقي إن العربية مقفولة عليها وبتفضل تصرخ وبتنادي على مايكل وبتشاور له وبتعرفوا إن كالفو هو اللي خطف إيميلي. ومايكل بيفهم إشارات كريستين، ولما بيلف كالفو بيروح مايكل يخطف منه المسدس وبيثبته بيه وبيقول له يركع على الأرض هو وخوزيه، وبيكون هيضرب نار عليه، بس كالفو بيقول له يتفاوض معاه وبيعرفه إنه لو قتله مش هيقدر يعرف مكان كاميليا حبيبته، وبيتفق معاه على اتفاق إنه مستعد يرجع له حبيبته كاميليا مقابل إنه يسيبه ياخد كريستين معاه. وللأسف بيضعف مايكل وبيقرر يستغنى عن كريستين مقابل حبيبته كاميليا، وبيلف لكريستين وبيقول لها إنه آسف. وفي اللحظة دي بيطلع كالفو المسدس اللي مخبيه في رجله وبيضرب نار على مايكل في ظهره وبيخلص عليه، وبتكون كريستين مرعوبة من اللي بيحصل وبيروح لها كالفو وبتكون خايفة إنه يقتلها هي كمان. وبنشوفها بعد كده وهي مخطوفة في أوضة، ولما بتفوق بتلاقي كالفو وخوزيه قدامها، وبيطلع كالفو المطوة بيخوفها بيها وبيعرفها إنه بيخطف البنات الأجانب اللي بيجوا للبلد وبيبيعهم لرجال الأعمال اللي بيشغلوهم في الدعارة، وكمان بيقول لها إن سعرها هيكون 2000 دولار، لكن لو هي عذراء هيوصل سعرها ل 6000 دولار. وبتزق كريستين وبتبعده عنها، وهنا بيخلي خوزيه يجيب سلك الكهرباء ويشغل الجهاز عشان يكهربها بيه، فبتفضل تعتذر له وبتتأسف له، ولسه كان هيكهربها بتجيله مكالمة من زبون عايز يشتري كريستين بسعر كويس، وخوزيه بيكتم بقها وبيخدروها وبياخدوها معاهم في العربية، وفي الآخر بيوصلوا عند البحيرة وبياخدوها معاهم في المركب علشان يوصلوا للناحية التانية.
تانية، وفي المركب بتبدأ تفوق وبتحاول تفك نفسها لكن مش بتعرف، وبتاخد بالها إن خوزيه قاعد قدامها ومش مركز معاها، وكالفو هو اللي سايق المركب، وبتخبط خوزيه برجليها بتوقعه من على المركب وبترمي نفسها هي كمان. أما كالفو بيشغل الكشاف وبيفضل يدور حوالين المركب، وبتكون تحت المية بتحاول تفك إيديها، وخوزيه بيغرق وبيموت، وبتقدر إنها تفك إيديها وبتطلع على وش المية، وبيشوفها كالفو وبينزل وراها، فبتفضل تعوم وبتحاول تهرب منه، وفي الآخر بتوصل للضفة التانية وبتلاقي جوز صاحبة الفندق قدامها ومعاه كشاف، وبيوصل كالفو من ظهرها وبيحاصرها، وهنا بنعرف إن جوز صاحبة الفندق شغال معاه وهو كان الزبون اللي هيشتريها، لكن لما بيشوفها بيقول لكالفو إنها مش هتنفع، وده لأنها من نوعية البنات اللي الناس هتيجي تدور عليها وهيسألوا عن سبب اختفائها وأكيد هيحصل مشاكل. فكالفو بيعرض عليه يوديها مكان ويخبيها عن عيون الناس كلهم، وبيطلع فلوس يديها لكالفو، بس هي بتصرخ وبتخبطه برجليها وبتزق كالفو بعيد وبتطلع تجري، وبيجري كالفو وراها وبياخد بندقية وهو ناوي يقتلها ويخلص عليها، وبتفضل تجري وهو بيطاردها، وبتوصل لمكان فيه بيوت وبتفضل تصرخ وتنادي على أي حد ينقذها، فبيسمعها واحد وبيكون نايم، وبتفضل تخبط على بابه علشان يحميها، بس كالفو المجرم بيوصل وبيضربه بالنار في راسه وبيخلص عليه، وبتهرب كريستين وبتحاول تستخبى منه، وبتدخل البيت وبتلاقي سكينة فبتاخدها وبتستخبى منه، وكالفو بيوصل للبيت اللي هي مستخبية فيه وبيدخل يدور عليها بحذر في كل مكان، وبيلاقي جثة الراجل اللي قتله، وبتكون كريستين مستخبية تحت الترابيزة اللي جنبه، وأول لما بيطلع من المكان بتطلع من تحت الترابيزة وبتجري بسرعة منه، لكن بتلاقيه قدامها وبيهجم عليها وبيقرب البندقية من رقبتها وبيخنقها، بس هي بتضربه في بطنه والبندقية بتقع منه، فبتجري تاخدها وبتصوبها عليه، وهو بيقولها تنزل البندقية وتديها له وتسمع الكلام، لكن هي بتضرب عليه نار في صدره وبتخلص عليه وبيقع على الترابيزة قدامها، وأخيرا بتتخلص منه والخطر بيبعد عنها. وبعد كده بنشوفها وهي بتمشي على الطريق لوحدها وبتكون تايهة ومش مصدقة إن كل ده حصل معاها، وإن صاحبة عمرها وصديقتها المقربة اتقتلت قدام عينها ومعرفتش تنقذها ولا تعمل لها حاجة. وبتلاقي كريستين عربية شرطة جاية عليها، بس بتكون خايفة ومش واثقة في أي حد، وبتمسك طوبة في إيدها، لكن بتنزل من العربية واحدة من رجالة الشرطة وبتطمنها إن كل حاجة هتكون كويسة، وبتنهار كريستين وبتسندها الشرطية وبتاخدها معاها في العربية عشان ترجعها للوفد السياحي اللي كانت جاية معاه من تاني. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.